السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. احنا النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض الطعمية البيتي على اصولها بطريقة سهلة وبسيطة. هنعملها حلوة جدا جدا، طعمها خرافة. يعني بصي، هنعمل حاجة تبقى انت ضامنة انت مأكلة ولادك ايه. تبقي ضامنة الزيت اللي انت قلياه في البيت ده، الزيت بتاعك انت عارفة ان هو نضيف. هعرفك ازاي سر خضرها هتبقى حلوة قوي كده وتبقى متماسكة. هنعمل من اقل مكونات، هنعمل طعمية كتير جدا. يعني هنعمل كمية ممكن تكفيكي اسبوع. لو انت هتقلي كل يوم طعمية، الكمية اللي احنا هنعملها دي تكفي اسبوع. تكفي اسبوع يا هدى، والله هتكفيكي اسبوع لو انت هتقلي منها كل يوم. كل اللي هحتاجه معايا كده دلوقتي ربع كيلو فول مدشوش. هنحط عليه تمن حمص الشام. تمام. تمام. هنغسلهم كده وننقعهم ليلة كاملة. نيجي تاني يوم بقى كده نصفيهم ونبدأ ان احنا نستخدمهم. حمص الشام ده يا جماعة لما جيت اجيبه، في حمص ب60 جنيه وفي حمص ب50 جنيه وفي حمص ب40 جنيه. انا جبت اقل حاجة ب40 جنيه، اللي هو بيبقى صغير قوي دوت. اما بتنقعيه بينفش معاكي وبيكبر. لان انت كده انت مش هتعملي حمص شام ولا حاجة، انت هتطحنيه. فانا جبت اللي هو ايه ابو 40 جنيه. بصوا نبدأ اول خطوة كده نعملها. انا بوريكم الحمص قد ايه، بصوا نفش معايا بقى قد ايه. اول خطوة كده هنعملها مع بعض كده، هنحط الفول المدشوش بتاعي اللي انا نقعاه مع الحمص في الكبه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. نبدا ايه ان احنا نفرمهم في الكبه. دي اول خطوه يا جماعه، ان احنا نفرم الفول والحمص لوحدهم. طريقه سهله وبسيطه. احنا عارفين بقى الدنيا بقت غاليه قوي يا جماعه، فالكميه اللي احنا هنعملها دي هنعمل كميه كتير جدا جدا. يعني بقول لكم ايه، مفيش بالهوا. تمام. احنا الحاجه غاليه حوالينا، هنقعد نقول كل حاجه غاليه كل حاجه غاليه. بس يا جماعه احنا ندور على حاجه بقى ايه، نحاول نوفر على قد ما نقدر. دي كده كميه الفول بتاعتي كلها اللي أنا ضربتها ووريتها لكم عامله ازاي. دلوقتي انا هجيب بصل اخضر معايا، وهجيب بقدونس، وهجيب كزبره خضراء، وهجيب شبت، واربع فصوص توم. تمام. هو المفروض يا جماعه بيتحط عليها كوريت، طالما الكوريت مش موجود احنا بنستخدم البصل الاخضر، مفيش اي مشكله. بس ما تستخدميش بصل اخضر وترجعي تستخدمي بصل العادي، هو بصل اخضر بس. هيغني عن الكوريت وهيغني عن البصل العادي والشبت والكزبره والبقدونس. وحطيت التوم وقرن فلفل اخضر. قرن الفلفل الاخضر ده اختياري، عايزه تحطيه تحطيه، مش عايزه تحطيه براحتك. هنبدا بقى كده نفرم مع بعض فرمه حلوه محترمه. بصوا يا جماعه بقى، وصفه حلوه جدا وسهله. هبدا كده الخضره اللي انا فرمتها في الكبه دي لوحدها، هبدا ان انا احطها على الفول واحط التوابل بتاعتي. هيبقى عندي ايه، فلفل وملح وكمون وكزبره ناشفه. نرجع نقول تاني، فلفل وملح وكمون وكزبره ناشفه. وضربنا الخضره في الكبه وضربنا الفول في الكبه، كل حاجه لوحدها. نخلط المكونات بتاعتنا كده كلها ببعضها. هي كده لسه ما خلصتش يا جماعه، واحده واحده، دي طعميه مش اي حاجه. بجد يا جماعه بقى، مش عايزه اقول لكم، دي كانت كفته مش طعميه. كانت حلوه جدا جدا. اللي يخلينا يا جماعه نبقى عشان نفطر نجيب احنا وولادنا شويه طعميه نجيبهم ب10 جنيه. طب على ايه؟ طب ما نعملها في البيت يبقى عندنا كميه كبيره جدا. بصوا بقى نبدا ان احنا نرجع بقى بعد ما خلطنا الفول مع الخضره. بقى ضربنا الفول الاول، الفول والحمص ضربناهم الاول. وبعد كده هنحط عليهم الخضره بعد ما ضربناها برضو، ونرجع نحطهم في الكبه تاني ونفرمهم. ناخدهم بقى شويه شويه كده ونفرمهم. بصوا يا جماعه بعد ما بنخلصها كده، انت طبعا هتستخدمي على قد ما انت عايزه. ماشي. والباقي هتبداي تحطيه توزعيه في كيس، كل كيس على قد مره، وتحطيه في الفريزر. وما تحتاجيه تطلعيه تسيبيه لما يفك، وبعد كده تستخدميه تبداي انك انت تستخدميه. بصوا بقى كده بفرمها اهي معايا اهي، واحده واحده قدامكم، ما بخبيش عنكم اي حاجه. تمام يا جماعه، تمام. سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. طريقه حلوه جدا يا جماعه واقتصاديه والله. بصوا بقى شكلها بقى جميل ازاي بعد ما خلصت، ولونها اخضر وتحفه وعامله ازاي. بجد يا جماعه كانت حلوه جدا جدا جدا. انا بعد ما خلصت كده بقى حطيتها في اكياس، كل كيس على قد مره. ما تحطوهاش كلها في كيسين ولا في كيس وترجعي تفكي الكيس كله وتعينيه في الفريزر، غلط. انتي بتاخدي كل كيس تحطي فيه على قد اللي انتي عارفه هتاكلي قد ايه. كل كيس على قد الشويه اللي انتي هتاكليه. دلوقتي بقى جبت شويه اهيت، دول كده يعني على قد اللي احنا فطرنا احنا. تمام. هبدا ان انا بقى اجيب الزيت كده واخليه يسخن. وبعد ما الزيت يسخن اوطي النار يا جماعه، يعني الزيت يسخن الاول. ماشي. وبعد كده اوطي النار واخدها بقى. بصوا شكلها عامل ازاي، اعملها بقى ليها زي ما انا عايزه. بصوا متماسكه معايا ازاي، لا هتلاقيها فكه منك ولا دايبه ولا اي حاجه. والحمص معلي التست معايا ومخلي طعمها في منتهى الجمال. هبدا ان انا كده اسمي بسم الله الرحمن الرحيم، واقليها واحده واحده. كانت حلوه جدا يا جماعه وطعمها تحفه وخرافه.
وبصوا كمان كنت عامله فول اهو، بوريكم ان انا كمان عامله فول يعني. قال يعني مش واخده بالي ان في فول محطوط. بس يا جماعه والله انا فعلا عمري ما بشتري فول من بره ابدا. الفول ده لازم انا ادمسه وابقى انا عارفه انا عاملاه ازاي. والطعميه دايما اعمل العجينه على طول في البيت، بس بقى لي فتره بصراحه ما عملتهاش. بس خلاص قررت ان انا بعد كده الطعميه والفول هعملهم على طول في البيت. ما بتعبتش منها ومش مكلفه، ووصفه سهله وبسيطه يعني، ما فيهاش اي حاجه خالص. هبدأ كده انا اقلي الطعمية. بص الطعمية بتحكم فيها ازاي بمنتهى السهولة، وحلوة ازاي. بجد يا جماعة كانت حلوة جدا، ولونها طالع حلو قوي قوي وتحفة. وطعمها كان حلو وكانت هشة، كانت بصوا يعني بجد شغل المعلم لابنه يعني، كانت حلوة جدا. اتمنى انكم تجربوها بقى. جربوا الوصفة بتاعتي دي مش هتندموا. بجد وصفة حلوة جدا. ابدأ كده بقى اسيبها ايه، بصوا انا موطية النار مهديها هي. ابدأ لما الاقيها بدأت تخش كده بقى وتتمسك في بعضها، بصوا اروح معليه النار بقى. لكن انت لو معليه النار من الاول مخليها عاليه قوي، انا الزيت بيسخن وبوطي. لو النار عاليه قوي حطيتيها بص تلاقيها اتحمرت منك بسرعه، بيبقى قلبها ني. لكن انا مهديه النار شويه كده، وبعد كده بعليها بقى في الاخر واروح ايه، بص انا عليت النار اهي. بص انا يعني مرحله القلي ديت بجيبها لكم كلها عشان تشوفوا هي شكلها عامل ازاي. متماسكه معايا، لا حاجه فكت ولا حاجه فرولت ولا اي حاجه خالص. طلع بجد يا جماعه في منتهى الجمال. في حاجه بقى عايزه اقولها لكم، لو انتوا عايزين تحطوا على وشها سمسم، انا ما لقيتش سمسم بصراحه. لو عايزين تحطوا على وشها سمسم كمان تمام، عايزين تحطوا كزبره تمام. دلوقتي كده بقى انا جبت دوت بقدونس وبشرت جزرايه وقرن فلفل اخضر قطعته كده حتت، وايه وحطيتهم في طبق. دول اللي هطلع عليهم الطعميه بتاعتي. بجد يا جماعه جربوا الجزر مع البقدونس مع الفلفل الاخضر، ان انتوا وانتوا بتقلوا الطعميه يعني تطلعوا عليه الطعميه. بيبقى ريحته تحفه وطعمه في منتهى الجمال. وفي نفس الوقت انت بتعملي سندوتش طعميه كده، تاخدي من البقدونس والجزر والفلفل كده عليها، طعمها بجد تحفه وخرافه. اتمنى كده ان انا اكون دايما عند حسن ظنكم. اتمنى كده يا رب دايما اقدر اقدم لكم كل جديد. واقول لكم ما تنسوش تعملوا اللايكات. وانا بجد سعيده ومبسوطه بيكم جدا. وكده رحت جايبه كمان قرنين فلفل اخضر بقى، ما بحرمش نفسي من حاجه، وقالتهم عشان يفتحوا نفسي مع الطعميه، مع ان نفسي مفتوحه اصلا من الطعميه دي جميله. اتمنى ان وصفتي النهارده تكون عجبتكم. واقول لكم اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.